يا صباح الخير، يا صباح الياسمين، احلى صباح عليكم. انا النهارده بقى قمت تعبانه زي ما انتم شايفين كده، جبت العلاج دواء كحه ودي ميه بليمون. قلت بقى عشان البرد وكده ما كنتش قادره الصراحه، قلت نروق بقى وانا قاعده كده نرتب الحاجه كده، اوضه الولاد وكده، حاجات بسيطه يعني. دي صورتي ودي حاجات بقى ملهاش لازمه كده، قلت اروقها. ودي التليفون كان بتاعي، كان قديم وكده، قلت اطلع بقى الحاجات دي كده كلها واروق. صراحة أنا كنت تعبانة جدًا، بس يعني اديت بنتي الحضانة وكده، قُلت لأ، نمت ساعة وبعدين قُلت لأ، أقوم بقى إيه نروّق، ما نحبش يعني نشوف حاجة كده والمطبخ بقى لو تشوفوه مش عايزة أقول لكم. قُلت لأ، قُمت كده بدأت بقى نروّق كده هو دي بس اللي هاروّق. أنا روّقت الشقة بس إيه، دي اللي فاضل يعني، ودي كان جنيه ونُص كده وخلّصت كده. هارتّب بقى الحاجة دي، الحاجة اللي أنا طلّعتها كلّها، ده الورق بقى بنرتّبه كده، هنحطه كده. أنا خلّصت كده بارتّب كده الورق كلّه. كان يعني حاجات بسيطة كده، بس حبيت يعني لقيته بشكله كده. أنا كنت مروقاه يعني من يومين كده، بس العيال بقى أنتوا عارفين، ربنا يخليهم يا رب ويدي لكل اللي عايز يا رب، اللي معهوش يديه يا رب، ويبارك لنا في ولادنا وولادكم يا رب. ودي كان جيني موضوع، وادي الشاحن التليفون بتاعي. قعدت بقى انقي الحاجات اللي انا عايزاها بس. طبعا الولاد بقى انتوا عارفين ربنا يخليهم لنا بيقلبوا برضه. دي كانت 20 جنيه مقطوعة، ودي السوبر ماركت نعملها اهي. اقول لكم اعملها وخسارة اجيب بها حاجة. قلت لأ ما ننامش بقى، نمت ساعة كده زي ما قُلت لكم، وقُلت لأ نقوم بقى، لازم بقى إيه نشغّل نفسنا كده. وطبعًا أنتم بتوحشوني، وقُلت لازم ننزّل لكم فيديو النهارده، نسّهروا مع بعض كده نروّق، حاجات بسيطة كده يعني. ما إحنا لو نمنا للبرد، أنتم عارفين البرد بقى يعني، لو نمنا له مش هاقوم، لأ لكن إحنا ما بنحبش ننام الصراحة يعني، نحبش نشوف حاجة قدّامي كده ولازم نقوم نوضّبها، لو عايزة تروّق لازم نروّقها وكده. وكده اهوّة قرّبت نخلّص، فاضل حاجات بسيطة، وباقول لكم دي الحاجات دي ما لهاش لازمة خلاص هاشيلها بقى، كل ده ما لهوش لازمة. دي سلسلة بنتي لقيتها بعد ما كنت باقول لكم ده لأ، لقيتها بقى. سلسلة بنتي ده بتاعة الولاد، هي كانت هي والحلق. قعدت برضه بعد ما قُلت لكم دي ما لهوش لازمة، قعدت لقيت حاجات صراحة يعني ما نهونش عليها نرمي حاجة بتاعة الولاد. وكده خلّصنا، رُحت بقى للغسالة، كان عندنا غسيل وكده، حطيت دي غسالة عادية يعني نُص أوتوماتيك، حطيت كده يعني كان عندي شوية غسيل لسه، ودي أوكسي، نغسل بأوكسي ومعطر دوني قصدي. حطيت بقى الغسالة كده، وكده رجعت بقى. شايفين المطبخ بقى، اتفرجوا بقى المطبخ معايا، بصوا الولاد عاملين ايه، بصوا اه من يوم واحد كل حاجه زي ما هي. انا لما قمت شفت المكان، بص دي كل ده كانوا رامينه كده، قلت لا خش بقى المطبخ بسرعه كده، روق 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 خلصنا اهوت. قعدت بقى ارتب كده كده اهوت، جبت الصابون بقى وقعدت على الرخامه كده بالليفه، قعدت اغسل كده ونروق بسرعه اهوت. خلصت كده، هنمسحه بقى، نجيب ميه بقى كده. انا جبت ميه الاول وبعدين بقى مسحت بالفوطه. تخش بقى البوتاجاز، شايفين المنظر؟ انا ما بحبش كده الصراحه اهو. نزلت بقى لقيت الليفه دي مش هتنفع، جبت بقى السلك دي، السلك دي بتاعت البوتاجاز، بس الصراحه انا قلت يعني هو حاجات مش لازقه وكده مش هتقعد معانا حاجه، بس لا جبت السلكيه وحطيت صابون. وديت برضو كانت ميه سخنه وكده، عشان الميه السخنه بتطلع لو في دهون ولا حاجه يعني، ترويها على الماشي كده. دي اللبن بقى، كنت حاطه لبن وكده، بكلم بنتي التانية واقفه جنبه يعني ما فرشه كده. طب ببص ورايا كده لقيته خلى البوتاجاز، شايفين اهو روقت البوتاجاز. خلاص كده خلصت اهوت، ما خدش معايا حاجه بسرعه كده يعني. الواحد لما بيبقى تعبان ويشتغل تحس اللي هو يعني ارتاح نفسيا، بالذات لما يكون مطبخ. انا الصراحه ما بحبش المطبخ يبقى عامل كده لما بنبقى انا اللي تعبانه. وكده خلصنا. انا طبعا غسلت الاطباق، بس انتوا ما شفتونيش وكده، ما حضرتوش معايا. كده انا خلصتهم، بحطهم كده بقى عشان انا بمسحهم وكده. كده رجعنا للهدوم اهوت، كده طلعت الهدوم هحطهم بقى في النشافه دي تاني دور وبالمعطر. انا بغسلهم بس حاجات بسيطه وبنحطهم يعني بيطلعوا ناشفين. ادعوا لي بقى يا بنات نجيب كده غساله اوتوماتيك كامله